اسمي إيمان وعمري 25 سنة. تزوجت وأنا في 21 من رجل أحببته بصدق. كان حبنا قبل الزواج يشبه أفلام الرومانسية التي كنا نشاهدها مليئا بالأحلام والوعود. زوجي خالد كان يعمل محاسبا في شركة مرموقة، بدأ لي حينها شابا طموحا ومستقرا، وكان حريصا على إتمام زواجنا رغم أن إمكانياته المادية كانت متواضعة. بعد الزواج انتقلت للعيش معه في شقة صغيرة ملحقة بمنزل أهله في منطقة شعبية مزدحمة بالقاهرة. لم أمانع في البداية، فالحب كان كافيا لنتجاوز أي صعوبات. رزقنا الله بطفلة جميلة اعتقدت أنها ستزيد حياتنا بهجة وتقربنا أكتر، لكن مع الوقت بدأ الحب يتلاشى ليحل محل شعور بالفراغ والإحباط. المشكلة الحقيقية لم تكن في السكن المتواضع أو الحياة البسيطة، بل كانت في العلاقة الخاصة بيني وبينه. خالد كان رجلاً طيباً، لكنه كان ضعيفاً جداً في جوانب لا يمكنني التغاضي عنها. كان يبذل ما في وسعه، ولكن طاقته محدودة لدرجة جعلتني أشعر أنني لست متزوجة أصلاً. جربنا أكتر من طريقة حتى أنه استشار أصدقائه وجرب بعض الوصفات والأدوية التي اقترحوها، لكن دون جدوى. لم أكن أعلم أن هذه المشكلة تحديداً ستجعلني أنظر إلى نفسي في المرآة وأتساءل بمرارة: أنا شابة وجميلة، لماذا أحرم من أبسط حقوقي؟ بدأت ألاحظ نظرات الإعجاب في الشارع، المعاكسات الخفيفة، كلمات الثناء التي تصل إلي أحياناً. كل هذه الأمور كانت تزيد شعوري بالمرارة، لأن من يفترض به أن يملأ حياتي لا يستطيع تلبية احتياجاتي الأساسية. مرت 4 سنوات وأنا أتحمل بصبر، ولكن هذا الصبر بدأ ينفد. في لحظات الوحدة كنت ألجأ لمشاهدة الأفلام على الإنترنت لأعيش ولو جزءاً يسير من الإثارة التي أفتقدها، متمنية لو كنت مكان البطلة ولو للحظة واحدة فقط. هل كان صواباً أن أضغط على نفسي كل هذه السنوات؟ وهل سيستمر بي الحال هكذا إلى الأبد؟ مع نهاية السنة الرابعة وصلت إلى مرحلة لم أعد أستطع فيها احتمال المزيد. شعرت أنني أعيش في سجن ذهبي. أحب طفلتي، ولكني أكرهت حياتي مع والدها. كان صبري قد نفد تماما وفقدت أي أمل في تحسن الأحوال. في أحد أيام شهر ديسمبر جلست مع خالد وقررت أن أواجهه بكل صراحة. قلت له بصوت خافت لكنه حازم: خلاص يا خالد، أنا مش قادرة أكمل، مش مرتاحة معاك من زمان، ومش قادرة أستحمل الوضع اللي أنا فيه ده. بدأ عليه الصدمة والحزن، نظر إلي بعينين دامعتين وسألني: أنا عارف إن في تقصير، لكن عشان خاطر بنتنا بلاش طلاق. أنا هحاول، إديني فرصة أخيرة. نظرت إليه وشعرت بالشفقة، لكن الشفقة وحدها لا تبني حياة. قلت له: أنا جربت كتير وخلاص، وصلت لآخر الطريق. متخفش أنا مش هقول لأهلي السبب الحقيقي، هخترع أي عذر يقبلوه. لكنه رفض رفضا قاطعا، وتوصل إلي أنه مهله فرصة أخيرة. ضعفت أمام الحاحة وأصراره على التمسك بي، وقلت له: ماشي، لكن دي آخر فرصة، مش هنتظر كتير. مرت الأيام سريعا، وكان ذلك قبل رأس السنة بأيام. فوجئت به يخبرني أن صديقا قديما له سيزورنا مع زوجته لتناول العشاء. استغربت جدا لأن خالد لم يكن معتادا على دعوة الأصدقاء إلى منزل أهله، فهو رجل انطوائي. قال لي: ده صحج قديم وبيدعيني كتير، فحبيت أرد له الجميل. وافقت رغم دهشتي، وقررت أن أعدلهم عشاء مميزا. ذهبت للسوق واشتريت أفضل ما لدي، وجهزت الشقة وكأنها لاستقبال عرس. وفي اليوم المحدد كان من المفترض أن يحضروا في 7 مساء. رجع خالد من العمل باكرة وكان يبدو متوترا بعض الشيء. في تمام 7 سمعت جرس الباب. كنت قد أنهيت تزيين نفسي وشعري منصدل على كتفي. فتحت الباب على عجل لأجده هو وصديقه وزوجته واقفين أمامي. شعرت بالارتباك لأنني لم أكن محجبة، فأسرعت وأغلقت الباب لدقيقة لإرتدي طرحي، ثم عدت لاستقبالهم بحفاوة. هل كانت هذه الزيارة بريئة حقا؟ أم أن القدر كان يعد لي مفاجأة أخرى بعد أن ارتديت طرحي؟ وعدت إليهم، رحبت بهم بحرارة ودعوتهم للدخول. جلسنا في البداية لنتعرف على بعضنا.
عرفني خالد على صديقه كريم وقال إنهما كان زميلين في عمل سابق. كان كريم مختلفا تماما عن خالد، فهو طويل القامة مهندم وملابس أنيقة ويبدو واثقا من نفسه بشكل لافت. لفت نظري أيضا إنه كان شديد الاهتمام بنفسي وبذوقي في تزيين الشقة. بعد التحية انشغلت في المطبخ لتجهيز الطعام. وضعت كل ما عندي من أكلات لذيذة على سفرة جميلة، وأثناء تناولنا الطعام لاحظت أن كريم لا يكف عن التحديق بي. كان ينظر إلي بطريقة مختلفة، مركزا مع كل كلمة أقولها أو حركة أفعلها، وكأني زوجته الجالسة بجانبه غير موجودة. شعرت بالتوتر والارتباك، خصوصا أنني لم أكن معتادة على هذا النوع من الاهتمام من رجل غريب. بعد الانتهاء من الطعام انتقلنا إلى غرفة المعيشة الصالون لنتناول الشاي، وفجأة قالت إنه سيذهب لشراء بعض المشروبات الباردة والسجائر. نزل من الشقة، وفي تلك الأثناء دخلت زوجة كريم إلى الحمام. بقيت وحدي مع كريم في الغرفة، وبدأ قلبي يخفق بقوة. قال لي ذوقك في اختيار ألوان الشقة رائع جدا. أجبته أنا اللي اخترتها، شكرا لذوقك. ابتسم وقال بصراحة الألوان شيء، لكن في حاجة تانية عجبتني هنا. قبل أن يكمل خرجت زوجته من الحمام. جنوني لمعرفة ما هي الحاجة التانية التي كان سيقولها. عدنا جميعا للجلوس، وعاد خالد بعد قليل. مرت السهرة بشكل لطيف، وتمنيت لو أن الوقت يتباطئ لأعرف ما كان سيقوله. في الساعة 10:30 ودعونا وخرجوا. شعرت بحزن غريب لخروجه، وكأن جزءا مني غادر معه. في الليل بعد أن نام خالد جلست على السرير أقلب في هاتفي كالعادة. فتحت فيسبوك وأنا أفكر في كريم وما قاله. فجأة ظهر لي حسابه في قائمة أصدقاء مقترحين. تساءلت هل أرسل له طلب صداقة، لكني خفت أن يقبل خالد وتحدث مشكلة. بدلا من ذلك دخلت إلى حسابه وتصفحت صورة وأعجبت به أكتر، وفي لحظة اندفاع أرسلت له رسالة خاصة من حسابي بدون إضافة. قلت له فيها أزيك، هل ستصل رسالتي؟ وكيف سيكون ردة عندما يعرف من أنا مرت 3 أيام لم يرفيها كريم رسالتي، لأننا لم نكن أصدقاء على فيسبوك. في اليوم الرابع تفاجأت برد منه يسأل الحمد لله مين معايا. لم يكن يعرفني لأن حسابي بدون صورتي الشخصية. قلت له أنا اللي عجبك ذوقها في الألوان. رد بدهشة إيمان أزيك وعرفت حسابي منين؟ قلت له إنه ظهر لي في الاقتراحات وسألته عاوزة أعرف إيه هي الحاجة التانية اللي عجبتك في بيتنا. قال لي إنه مشغول في العمل وسيرد علي بالمنزل، وطمأنني ألا أقلق من خالد لأنه لن يخبره. في نهاية اليوم وصلتني رسالته الحاجة التانية اللي عجبتني هي أنتي. توقفت للحظة، قلبي كان يدق بعنف. شعرت بسعادة غامرة، لكنني حاولت ألا أظهر له ذلك. رديت عليه كلك ذوق. ومنذ تلك اللحظة بدأنا نتحدث يوميا لمدة أسبوع كامل في سرية تامة بعيدا عن أعين خالد. كنت أجد في كلامه الدفء الذي افتقدته والحب الذي حلمت به. في أحد الأيام قال لي بجدية إيمان أنا عاوز أصارحك بحاجة، أنت بنت حلال وطيبة وأنا بحترمك. شعرت بالفضول فسألته حاجة إيه؟ صدمت عندما قال خالد جوزك حكى لي عن المشاكل بينك وبينه. قال لي إنك طلبت الطلاق الفترة اللي فاتت. لم أصدق ما أسمع. كيف يحدث زوجي شخصا غريبا عن مشاكلنا الخاصة؟ ثم أضاف كريما بالمناسبة خالد نفسه هو سبب أننا اقتربنا من بعض دلوقتي. انتابتني الدهشة. يعني إيه؟ قال مش هقدر أقول لك تفاصيل، بس خالد مش راجل، وخليني أقول لك إنه هو اللي جابني ليكي بطريقته. أنا لما شفتك يومها حسيت إنك تستاهلي حياة أحسن. ازدادت دهشتي عندما عرفت أن المرأة التي أحضرها معه في الزيارة ليست زوجته بل مجرد زميلة أحضرها لتوهمني أنه متزوج. أقسم لي أنه غير متزوج أصلا. في تلك اللحظة تغيرت نظرتي لكريم تماما، أصبح عظيما في عيني. أما خالد فقد سقط من نظري نهائيا وأصبح شخصا لا قيمة له عندي. استمرت مكالماتنا ومحادثاتنا لمدة 3 أشهر، وأزداد حبنا وتعلقنا ببعضنا.
ثم أخبرني كريم أن خالد طلب منه طلبا غريبا من قبل، لكنه رفضه، وعندما سألته عنه قال: خالد طلب مني أني أكون معاكي. أنا رفضت ساعتها، لكن بعد ما عرفتك وحبيتك أنا نفسي أكون معاكي بجد. عاوزك تسمعي كلامي عشان ننفذ الخطة. حدد لي أن أستمر في التذمر وطلب الطلاق من خالد، وهو من جانبه سيوافق على طلب خالد القديم. بعدها بيوم أخبرني كريمي أن خالد وافق على مجيئتي لزيارتنا مرة أخرى. هل أوافق على هذه الخطة؟ وهل سأستمر في هذا الطريق الذي لا أعرف نهايته؟ وافقت على خطة كريم وبدأت في تنفيذها فورا. صارحة خالد بأني لم أعد أحتمل الحياة معه، وأن قراري نهائي بالانفصال. بدأت أتلكك معه في كل صغيرة وكبيرة وأشعر بالضيق من أقل تصرف. كان خالد ينظر إلي بحزن ويأس، لكنه لم يعد يحاول إقناعي بالعدول عن قراري، وبدأ عليه أنه استسلم للأمر الواقع. بعد 3 أيام من هذا الجو المشحون، أخبرني خالد أن كريم سيزورنا مرة أخرى. حاولت أن أظهر بمظهر المستغربة، وسألته ببراءة: يجي ليه تاني؟ قال لي هو فاهم فيه تركيب الدش والقنوات الرياضية، وعايز اشترك في القنوات الجديدة. فقلت أسأله يساعدني. ضحكت في سري، فتعرفت خطة كريم الذكية. جاء يوم الخميس المنتظر. كان قلبي يخفق بشدة. وصل كريم في 6 مساء، ودخل مباشرة إلى غرفة التلفزيون ليفحص الجهاز. بعد حوالي 10 دقائق جاء خالد إلي وقال: إيمان، محتاج أنزل أجيب شوية حاجات من برا عشان الدش يشتغل. كريم قال إنه محتاجها، هسيبه هنا يستنيني. تظاهر بالسذاجة وقلت: تمام، بس متأخرش عشان ضيفنا. نزل خالد وأغلق الباب. بمجرد أن تأكدت من خروجه توجهت إلى الغرفة التي كان فيها كريم. وقف أمامي مبتسما بكل حب وفتح ذراعي ليحتضنني. كانت تلك أول مرة في حياتي أشعر فيها بمعنى أن يكون بجانبي رجل حقيقي. شعرت بالأمان والقوة بين يديه لدرجة إني كده أسقط من شدة ما شعرت به من أحاسيس جديدة تماما. قضينا معا حوالي ساعة عشت فيها كل ما حلمت به وتمنيته على مدار سنوات زواجي ال4. شعرت إنني امرأة لأول مرة وعرفت معنى الإشباع العاطفي والجسدي. بعد أن انتهى لقائنا استحممت وغيرت ملابسي. كان كريم أدرن على خالد ليعود، وعاد بالفعل بعد قليل وجلس معه في الغرفة. بعد ساعة غادر كريم وذهبت أنا لأخلد إلى النوم. كان جسدي منهكا لكن روحي كانت سعيدة. في اليوم التالي تحدثت معه عبر الإنترنت، وأخبرت أني لا أستطيع العيش بدونه، وأنه يجب أن يتصرف لكي نلتقي باستمرار. ومنذ ذلك الحين بدأ كريم يأتي إلينا كل أسبوع لمدة ساعة متنكرا في صورة فني الصيانة أو صديقي يزور خالد. أصبحت هذه الساعة الأسبوعية هي وقودي للحياة، وهي التي تجعلني أتحمل بقية الأسبوع مع خالد. لم أعد أفكر في الطلاق لأني وجدت ضالتي مع كريم. ولكن ما يحدث معي صحيح، وهل سأندم على هذه العلاقة يوما ما الآن أنا أعيش فيه؟ صراع يومي مرير. عندما يكون كريم معي أشعر أن الحياة جميلة وأنني امرأة محظوظة. أحس بأني زوجة حقيقية، وأن هناك من يقدرني ويمنحني كل ما أريد. لكن عندما يغادر وتخلو بي نفسي تبدأ الأفكار في مهاجمتي. أشعر بالذنب تجاه نفسي أولا، وتجاه طفلتي الصغيرة التي لا ذنب لها. أعلم في أعماقي أن ما أفعله خطأ، وأن الخيانة ليست حل لمشكلة زوجية. في نفس الوقت لا أستطيع تخيل حياتي بدون كريم. تعلقت به بشدة، لدرجة أنني إذا تأخر في المجيء أو لم يأتي في موعدتي أشعر أن الدنيا تضيق بي وأكاد أجن. هو الوحيد الذي يشعرني بالحياة، وهو من جعلني أكتشف نفسي كامرأة. أما خالد فأصبح مجرد شخص غريب أعيش معه تحت سقف واحد. لا أشعر تجاهه بأي مشاعر سوى الشفقة أحيانا والكراهية أحيانا أخرى. بدأت أفكر جديا في مستقبلي. هل أستمر في هذه العلاقة السرية إلى الأبد؟ هل أقبل بأن أكون مجرد امرأة متزوجة تخون زوجها مع صديقة؟ الفكرة تألمني جدا وتجعلني أشعر بأنني أهدر كرامتي. من ناحية أخرى أخاف من فكرة الطلاق، وأخاف من رد فعل أهلي،
ومجتمعي، لكن الأهم من ذلك أنا خائفة من موقف كريم نفسه. هل سيوافق على الزواج بي إذا تلقت أن كل هذا مجرد علاقة عابرة بالنسبة له؟ تزداد حيرتي عندما أتذكر أنه يعرف كل تفاصيل حياتي، ويعلم أن خالد لا يشبعني، ومع ذلك لم يعدني بأي شيء رسمي حتى الآن. أنا الآن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن أستمر في هذه الدوامة من الخيانة والخوف والذنب، وأما أن أتخذ قراراً جريئاً بطلب الطلاق من خالد، ثم أواجه كريم وأطلب منه الزواج بي بشكل شرعي. أخشى أن يكون رفضه هو نهاية العالم بالنسبة لي، لكني في نفس الوقت لا أريد أن أعيش بقية عمري في الظل. أنا شد كل من يقرأ قصتي أن ينصحني. ما هو القرار الصحيح الذي يجب أن أتخذه؟ هل أطلق زوجي وأخاطر بعلاقتي مع كريم، أستمر في هذه الحياة المزدوجة التي تمزقني كل يوم؟ أرجوكم ساعدوني على اتخاذ القرار.